بيبدأ الفيلم في أرض الجنيات السحرية وتحديدا في مدرسة تعليم الجنيات، وبنشوف إلينور أصغر متدربة في المدرسة وآخر واحدة انضمت ليها من سنين عشان ما بقاش حد من البشر مقتنع بوجود السحر ولا الجنيات، وده خلى مديرة المدرسة قررت تقفلها خلاص خلال أيام والجنيات ما يروحوش الأرض تاني. لكن إلينور كانت متحمسة جدا ومصرة تثبت للناس إن السحر لسه موجود وإن الجنيات دورهم مهم، وبتبدأ إلينور تدور في غرفة الأمنيات وبتلاقي أمنية واحدة أخيرة لطفلة اسمها ماكنزي عندها 10 سنين بتتمنى إنها تتعرف على زميلها اللي معجبة بيه، وبتاخد إلينور الأمنية وبتقرر تروح الأرض عشان تحققها، وبتجهز إلينور شنطتها وبتاخد عصايتها السحرية، لكن بتحذرها زميلتها أجنس الجنية العجوزة إن اللي بتعمله ده خطر والمديرة لو عرفت ممكن تحرمها من قواها السحرية، لكن إلينور بتفضل مصرة على موقفها وبتاخد منها خريطة تساعدها عشان تخرج من أرض الجنيات وتوصل للأرض، وبتخرج إلينور من المدرسة وبتقدر تفتح بوابة سحرية للأرض، وفعلا بتلاقي نفسها في مكان بعيد بين الغابات وبتفضل تمشي لحد ما بتتعب وبتنام جنب الطريق، وبالصدفة بتلاقيها سواقة شاحنة اللي بتقرر تساعدها وتوصلها بوسطن، وده العنوان اللي لقيته على النت لما دورت على اسم ماكنزي. فإلينور بتوصل للعنوان وبتكتشف انه الاستوديو اللي بتشتغل فيه ماكنزي وانها ما بقتش طفلة خلاص وبقت سيدة كبيرة عندها اكتر من 30 سنة وعدى على امنيتها دي 20 سنة. وإلينور بتقابل ماكنزي وبتقول لها انها جنية وجاية تحقق امنيتها اللي بعتتها زمان، فبتفتكرها ماكنزي بتهزر او مجنونة وبتطلب الامن يطلعوها بره المكان، وهي طالعة من الاستوديو بتتفاجئ ماكنزي بإلينور مستنياها وبتحاول تثبت لها انها جنية فعلا، وبتغير لبسها وبتوريها امنيتها اللي بعتتها وهي طفلة، وبتتصدم ماكنزي لما بتشوفها وبتقول لها ان الامنية دي خلاص فات وقتها وهتسمح لها بس تبات الليلة دي عندها في البيت والصبح ترجع ارض الجنيات تاني. وبتوصل ماكنزي للبيت ومعاها إلينور وبتخليها تقعد في الابو عشان بناتها ما يعرفوش عنها حاجة، وفي الابو بتشوف إلينور صور فرح ماكنزي وبتسألها ليه بتقول الامنية ما خلاص فات وقتها، وبتقول لها انت لقيتي حب حقيقي اهو، فبتقول لها ماكنزي انه خلاص ما بقاش موجود لانه مات ومفيش حاجة اسمها سعادة ابدية، ده كلام حكايات خيالية وكل اللي بتتمناه ان شكلها يبقى حلو وبيتها يكون نظيف دايما. في نفس الوقت بتكون مديرة مدرسة الجنيات عرفت ان إلينور خرجت وراحت للارض وبتبقى متغاظة جدا وعايزة تعرف هي راحت فين وبتخطط لايه، وبتقرر تقفل المدرسة للابد. وبنرجع لبيت ماكنزي اللي لما بتصحى الصبح بتلاقي إلينور نظفت لها البيت وغيرت ديكوراته بالسحر، وفجأة بنات ماكنزي وخالتهم بيشوفوا إلينور وبيكونوا مش مصدقين انها جنية بجد لحد ما بتوريهم حركات سحرية بعصايتها، وبتقول لها ماكنزي انها اتفقت معاها تبات بس وتمشي الصبح، لكن بناتها بيقنعوها انها تفضل معاهم وبيقولوا لها انت دايما بتشتكي ان محدش بيساعدك فخليها تساعدك وخلاص. وفعلا ماكنزي بتاخد إلينور معاها الشغل وبتعرفها على زمايلها وبتقول لهم انها بنت عمها اللي جايه تزورها من كندا، وبتلاحظ إلينور ان واحد من زمايل ماكنزي اسمه يو شاب وسيم ومحترم وبتفكر تخليهم يحبوا بعض عشان تكون مهمة بديلة لأمنية ماكنزي زمان وتلاقي حب حقيقي جديد وتثبت إلينور انها جنية حقيقية، فبتطلب منها ماكنزي تتفرج على المكان لحد ما يخلصوا التقرير الصحفي اللي بيعملوه عن تغطية ماتش هوكي، لكن إلينور بتاكل كميات كبيرة من اكلات بتتوزع في المكان وبيجي لها حساسية خطيرة جدا، فبتجري ماكنزي بسرعة عشان تديها حقنة مضادة للحساسية، لكن إلينور بتخاف جدا وبتعمل ألعاب نارية في السماء بالسحر وبتتسبب في مشكلة كبيرة، وكل ده بيطلع في التقرير الصحفي اللي بيصوروه. وبترجع ماكنزي للبيت ومعاها إلينور وبتقول لها انها مش هينفع تخليها اكتر من كده ولازم تمشي الصبح، وبتروح إلينور للابو وبتكون زعلانة انها سبب مشاكل كتير، وبتتفاجئ بالجنية اجنيس بتكلمها ببوابة سحرية جوه ساعة قديمة وبتقول لها ان المديرة عرفت بغيابك ولازم ترجعي قبل 4 ايام لانها قررت تقفل البوابات السحرية للابد. وبتصحى ماكنزي تاني يوم وبتتفاجئ بإلينور بتقول لها انها فكرت في حاجة تساعدها، لو اهتمت بنفسها شوية ده هيخليها سعيدة، ولو بقت سعيدة ممكن تلاقي حب حقيقي تاني. وفعلا ماكنزي بتسمع نصيحتها وبتروح للكوافير وبتكون سايبة البنتين مع إلينور لحد ما ترجع، وبتسمع إلينور صوت جاين البنت الكبيرة وبتلاقيه حلو جدا لكنها بتخاف تغني قدام جمهور، وبتقول لها جاين انها رفضت تشارك في احتفالية المدرسة بسبب كده، فبتقرر إلينور تساعدها وبيروحوا للحديقة وبتبدأ إلينور تغني بصوت عالي وده بيشجع جاين، وبتبدأ تغني هي كمان قدام الناس وتتغلب على خوفها. وبتشوفهم ماكنزي وهي راجعة من الكوافير وبتكون قلقانة على بنتها وخايفة من مشاركتها في حفلة المدرسة زي كل سنة لأنها بتخاف وبتتوتر ومش عايزاها تتعرض للإحراج ده تاني. وزي ما شجعت جاين قررت إلينور تشجع ماكنزي هي كمان انها تتعرف على هيو وبتقول لها انها لازم تدي نفسها
فرصة تانية، وبتعترف لها ماكنزي انها حاسة باعجاب ناحية هيو، لكن لسه مش مستعدة تتعرف على شخص تاني بعد وفاة جوزها، وعشان كده مش بتحب حفلات الكريسماس لانه توفى في الوقت ده. فبتطمنها إلينور وبتشجعها تروح الحفلة اللي هيعملها الاستوديو في الكريسماس وتدي نفسها فرصة. وتاني يوم بتستعد ماكنزي وبتلبس فستان جميل وبتروح للحفلة، وفي نفس الوقت بترجع إلينور للأب وعشان تنام، لكن بتتفاجئ بأجنس بتكلمها تاني وبتقول لها انها لو ما نجحتش في مهمتها قبل الساعة 12 مديرة المدرسة هتحرمها من كل قواها السحرية، وكمان هتتحبس في الأرض ومش هتقدر ترجع لأنها هتقفل البوابات السحرية بين أرض الجنيات والأرض. فبتجري إلينور بسرعة على الحفلة اللي فيها ماكنزي وبتحاول تعمل تعويذة سحرية عشان تخلي هيو يعترف لها بحبه، لكن بتفشل. وبتحاول تعمل تعويذة تانية عشان تلبس ماكنزي فستان سحري، لكن بتعمل التعويذة غلط وبيطلع فستان غريب جدا، وبتحس ماكنزي بالإحراج وبتحاول تخرج من المكان. فبتجري وراها إلينور وبتقول لها انها حاولت تساعدها، وهما بيتكلموا إلينور بتفتح الميكروفون بالغلط وبيسمع كل زمايل ماكنزي كلامهم وكمان مدير الاستوديو، وبتتصدم ماكنزي من اللي حصل وبتلاقي مديرها بيقول لها انها مطلوبة في مكتبه بكرة هي وزميلها هيو بسبب التقارير اللي ظهرت فيها إلينور، وكان فاكر انهم مفبركينها. وبتخرج ماكنزي من المكان وهي مصدومة وبتبدأ تزعق في إلينور وتقول لها انت مش بتساعديني، انت كل هدفك تثبتي ان الجنية حقيقية وبتدوري على مصلحتك وبس. وبتطلب منها تسيب بيتها، وبترجع إلينور للبيت وبتكون حزينة جدا وبتبقى مكسورة وبتلم حاجتها وبتمشي وهي حاسة بإحباط كبير ان مهمتها فشلت. وتاني يوم بتروح ماكنزي لمكتب المدير هي وهيو زي ما طلب، وبيكونوا فاكرين انه هيرفدهم، لكن بتتفاجئ انه مبسوط من الفيديوهات اللي ظهرت فيها إلينور والمشاكل اللي عملتها، وبيقول لها هنستغلها في عمل فيديوهات تاني تجيب مشاهدات. فبترفض ماكنزي كلامه وبتقول له انها مستحيل تستغل شخص طيب زي إلينور، وبتقدم استقالتها هي وهيو وبيسيبوا له الاستوديو خالص. وبترجع ماكنزي للبيت وبتكتشف ان بنتها جاين ما راحتش الحفله، وبتقول لها انها خايفه ومش هتقدر تغني وإلينور مش موجوده لانها الوحيده اللي شجعتها. وبيبداوا يدوروا على إلينور وبتلاقي خالتهم بولا كتاب التعويذ بتاع إلينور وبيدوروا عليها في كل مكان وبيلاقوها اخيرا في السوق بتحاول تعمل عربيه سحريه ملياقتين عشان ترجع لارض الجنيات. فبتقول لها جاين انها محتاجاها جنبها وكلهم محتاجينها، وفعلا بتقرر إلينور تفضل معاهم وما ترجعش ارض الجنيات. وبتشجع جاين وبتلبسها فستان سحري جميل وبتعمل عربيه سحريه من بطيخه كبيره زي فيلم سندريلا وبيركبوا فيها كلهم وبيروحوا بسرعه للمسرح اللي هتتعمل عليه حفله المدرسه. وبتبدا الحفله وبيجي دور جاين اللي بتخاف وبتتوتر تاني، لكن بتبدا مامتها تطمنها وبتقول لها انها واثقه فيها وبتديها الجيتار بتاع باباها عشان تشجعها. وبتبدا جاين تغني وبيكون صوتها حلو جدا والجمهور كله بيتفاعل معاها وبيسقفوا لها كتير. وفجاه بتظهر مديره مدرسه الجنيات اللي راحت للارض عشان ترجع إلينور، وبتحاول المديره انها تشد إلينور بالعافيه لكن بيدخلوا المسرح بالغلط. وبتحاول المديره تاخد منها عصايتها السحريه، لكن ماكنزي بتجري بسرعه وبتاخد العصايه وبتدافع عن إلينور وبتقول للمديره انها نجحت في مهمتها. فبتقول لها المديره فين النجاح ده، انتي ما لقيتيش حب حقيقي تاني. فبتقول لها ماكنزي ان الحب مش لازم يكون امير، وانها لقت حبها الحقيقي في بناتها، وان إلينور هي اللي رجعت لها سعادتها بيهم تاني. وبيبدا الجمهور يتفاعل مع كلامهم وبيقولوا للمديره ان كلامها صح وان الحب ممكن يكون ليه صور كتير غير حكايات الاميرات الخياليه. فبتقول لها إلينور احنا لازم نغير طريقتنا ويكون دورنا اننا نساعد البشر يصلحوا حياتهم، وساعتها هم هيلاقوا السعاده الابديه. واخيرا بتقتنع المديره بكلامها وبتقول لها انها نجحت في مهمتها وبقت جنيه حقيقيه. وبيرجعوا الاتنين سوا لارض الجنيات، وبعد شويه بنشوف إلينور اللي بقت مدرسه في مدرسه الجنيات وبتعلم الجنيات الصغيرين، وغيرت طريقه التدريس القديمه وبقت تعلمهم ان دور الجنيات مساعده البشر بالطريقه اللي تناسب حياتهم مش بطريقه الحكايات الخياليه. وهنا بتنتهي قصتنا.